سوف نتعرف في هذا الجزء والأجزاء القادمة على أوامر شريط الأدوات Drawing. ويتم إظهار شريط الأدوات Drawing بالضغط على الرمز Drawing في شريط الأدوات Standard Toolbar، أو بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن على أي من شرائط الأدوات في نافذة البرنامج واختيار Drawing. وكما نرى أن هذا الشريط يحتوي على عدد من المفاتيح والقوائم المختلفة، فبالضغط على المفتاح Draw سوف تظهر قائمة تحتوي على العديد من الأوامر. فمن هذا الجزء يمكننا عمل مجموعات من العناصر الرسومية المختارة أو فك ارتباط المجموعات. ومن القائمة الفرعية Order يمكننا تغيير ترتيب الصور أو الأشكال المختارة نسبة إلى بعضها البعض، فباختيار Bring to Front سيتم وضع الشكل المختار أمام جميع العناصر أو الأشكال الأخرى في الصفحة. وباختيار Send to Back سيتم إرسال الشكل المختار خلف جميع الأشكال الأخرى. وباختيار Bring Forward سوف يتم جلب الشكل المختار خطوة واحدة إلى الأمام. وباختيار Send Backward سيتم إرسال الشكل خطوة واحدة إلى الخلف. وباختيار Bring in Front of Text سوف يتم وضع الشكل المختار أمام الكتابات الموجودة. ولتجربة هذا الأمر نقوم باختيار هذا الشكل، ثم نستخدم الأمر Bring in Front of Text من القائمة. وباختيار Send Behind Text يتم إرسال الشكل إلى خلف الكتابات كما نرى. وباختيار Grid يظهر المربع الحواري Drawing Grid، حيث نقوم بعمل إعدادات الشبكة Grid. فبتسجيل الاختيار Display Grid Lines on Screen تظهر خطوط الشبكة داخل نافذة البرنامج. وفي الخانات Vertical Spacing و Horizontal Spacing نقوم بإدخال المسافة بين خطوط الشبكة. والاختيار Snap Objects to Grid يعمل على جذب العناصر عند تحريكها إلى أقرب خطوط الشبكة. وكما نرى أن الوضع الافتراضي هو تشغيل هذا الاختيار. وبتشغيل الاختيار Snap Objects to Other Objects سوف يتم جلب العنصر الذي نقوم بتحريكه إلى حدود أقرب العناصر إليه. ولإظهار خطوط الشبكة داخل المستند نضغط على المفتاح OK. ومن القائمة الفرعية Nudge يمكن تحريك الشكل أو العنصر المختار مسافة واحدة إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو يمينا أو يسارا. ويمكننا تحريك الأشكال بنفس الطريقة باستخدام مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح. ومن القائمة الفرعية Align or Distribute يمكننا عمل المحاذاة للأشكال المختارة. ومن القائمة الفرعية Rotate or Flip يمكننا عمل الدوران أو عكس اتجاه العنصر كما سنتعلم في الخطوات القادمة. ومن القائمة Text Wrapping نختار طريقة التفاف أو انسياب الكتابات حول الشكل المختار. ومن القائمة Change Auto Shape يمكننا تغيير الشكل المختار، وذلك باختيار الشكل الذي نريده من هذه القوائم. فيتم استبدال الشكل الحالي بالشكل الجديد مع الاحتفاظ بجميع خواص الشكل الأصلي. والمفتاح Select Objects يستخدم لاختيار الأشكال، حيث يتحول المؤشر إلى رمز السهم. ومن القائمة Auto Shape يمكننا اختيار إدراج أي من هذه الأشكال سابقة الإعداد التي يوفرها البرنامج. وباستخدام هذه المفاتيح يمكننا رسم الأشكال التي نريدها مثل الخطوط Lines أو الأسهم Arrows أو الأشكال البيضاوية Ovals. كما يمكن رسم المستطيلات أو رسم مربع كتلة الكتابة Text Box أو إدراج العناصر Word Art كما سنتعلم في الأجزاء القادمة. وأيضا يمكن إضافة الصور Clip Art إلى المستند، أو إضافة لون ملء Fill Color، أو تغيير لون الحدود Line Color، أو نموذج الخط Line Style، أو اختيار شكل خط الحدود Dash Style، أو شكل رؤوس الأسهم Arrow Style المستخدمة في الرسم. وأيضا يمكننا إضافة الظلال Shadows والتأثيرات ثلاثية الأبعاد 3D Effects على الشكل المختار. وسوف نتعرف في الأجزاء القادمة على كيفية عمل هذه التأثيرات وتكوين وتعديل الأشكال باستخدام شريط أدوات الرسم Drawing Toolbar.